السلام عليكم. تعليقا على قتل الفتاة العراقية كوثر على يد أهلها، بل واحتفال أهلها بهذه الجريمة كأنهم حرروا الأقصى. أولا، قبل أن أبدأ بالتعليق، خروج البنت مع من لا يحل لها أن تخرج معه هذا حرام، حرام شرعا. تخرج مع فلان أو علان، تمام. إقامة هذه العلاقة بشكل عام محرم، لا نبرره أبدا. وأنا لا أتهم البنت أنها فعلت ذلك، أنا لا أعرف، أنا بتكلم كلام عام. تمام يا جماعة الخير، نتفق على النقطة هاي أولا. ثانيا، نبدأ الآن بالتعليق. متى يمكن للبنت أن تفكر بالهروب من بيت أهلها؟ كل أب يجب أن يسأل هذا السؤال، وأم كمان. ممكن تكون البنت في بيتها قد ربيت تربية إيمانية، تربية فيها كرامة، فيها إحسان، فيها حنية، فيها حوارات بينها وبين الوالدين، فيها تقدير بين إخوتها، لا يميز عليها الذكور مثلا، على سبيل المثال لا تضطهد. ممكن أن يكون حال هذه البنت بهذا الشكل ثم تفكر بالهروب؟ يكاد يكون الجواب يكاد يكون مستحيل. لهذا الأمر إذا أخطأت البنت وقامت بالخروج مع فلان أو علان، وهذا خطأ ترى لا أبرره، يجب أن يحاسب الإنسان أولا، الأب يحاسب نفسه أولا قبل أن يحاسب الفتاة. كيف معاملتي؟ كيف تربيتي؟ كيف إحساني؟ كيف تمييزي بيني وبين الأولاد الذكور؟ حاسب نفسك أولا. يا جماعة الخير، النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على الإحسان للبنات وإكرام البنات وإحسان تربيتهن أكثر من حثه على تربية الأولاد والإحسان للأولاد. شوفوا، أرأيتم؟ إحنا عكسنا الأمر تماما. الأمر الثاني، أخطأت البنت وخرجت مع فلان أو علان، هذا خطأ لا أبرره. هل الحل يكون بالقتل؟ هل تعرف أن القتل جريمة أكبر بكثير عند الله مما فعلته هذه الفتاة التي خرجت؟ أتكلم بشكل عام أنا. هل تعرف ذلك؟ تعارض الخطأ بخطر أكبر منه وأشنع بكثير. كارثة يا جماعة الخير. طبعا قبل ذلك المفروض يكون في تحقق، قبل ذلك يكون في تحقق وتأكد، وحتى إن تم التأكد وكان هناك خطأ أو خطيئة لا تعالج بخطأ أكبر. يا جماعة الخير، البنت في الجاهلية كانت تؤد مرة واحدة. أرى هذه الأيام أن الفتاة تؤد 3 مرات. تؤد أولا بعدم التربية الإيمانية، وتؤد ثانيا بعدم الإحسان لها والحنية والكرامة والتقدير. المرة الثالثة التي تؤد فيها إن أخطأت تقتل. ربما تحدثني عن العار والشرف، وكلنا نهتم بالعار والشرف، لكن والله من العار ومن عدم الشرف عدم الإحسان للبنات وعدم إكرامهم. السلام عليكم.